مساء الخير حبايب قلبي، وحشتوني. النهارده هنعمل وصفة سهلة قوي 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 وسريعة، ومش هتاخد معاكي وقت، وهتوفر عليكي فلوس كتير. هنعمل النهارده توبنج الفراولة او صوص الفراولة اللي فيه قطع فراولة. الصوص ده بنستخدمته كتير، بنستخدمه في الشيز كيك او الطرب او حشوات الكيكة او جاتوهات او في الكبات. وكمان هنحتاجه كتير في الايام الجايه، بالذات الكبات الكنافه. استخداماته كتير. قبل ما بنبدأ، أنا نور ودي قناتي على اليوتيوب. لو عجبتكم الوصفة، الرجاء الاشتراك وتدعمني بلايك وشير. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 100 جرام فراولة قطع، عملتها بالهاند بلندر، نزلت عليها ب3 معالق سكر، وسبتهم على النار ان السكر يدوب مع الفراولة. وبعد كده نزلت في كوبايه فاضيه، نزلت فيها معلقتين ميه، نزلت بمعلقه نشا، ودوبت الخليط، ونزلت بيه على الخليط الصوص الفراوله اللي انا حطاها على النار، واديتهم تقليبه. بعد كده انا حبيت ان انا مش ابين طعم النشا في الصوص خالص، عشان كده سبته شويه على النار. ولما حسيت ان هو كتل كده زي المهلبيه، لما تبرد نزلت كمان بمعلقتين ميه زي ما زي حضراتكم شايفين، واديته تقليبه. نزلت بعد كده بعصره ليمون. عصره الليمون دي يعتبر ماده حافظه، تحافظ لي على الخليط لوقت اللي ما انا عاوزه، في اي وقت اللي انا بحطه بقى في علبه مغلقه واسيبه في التلاجة، في وقت ما عاوزه بستخدمه. بعد كده عندي 250 فراولة على بعضها، قطعتها نصين او على 3. في ناس بتعملها شرايح، وفي ناس بتحبها ان هي تكون صغيرة مش باينة، كل واحد وحسب مزاجه. انا عملتها على 3. نزلت بالكمية اللي انا قطعتها في الخليط اللي موجود على النار، لسه انا اصلا مش طفيت النار، واديته مع الصوص تقليبة. طب ليه كده؟ عشان الفراولة بيكون فيها مية، وانا حبيت ان هي تستوي مع الصوص تقيل، ومية الفراولة ينزلها لي في الصوص كده، هتسويها، هتبقى طعمها افضل. بعد ما استوى نزلت بنقطتين من اللون الجل ده، انا بستخدمه في الحلويات. شفت القوام؟ بسم الله ما شاء الله، مع انها كانت لسه سخنه. يا رب الفكره تعجبكم. مستنيه رأيكم في التعليقات. باي باي.